إزاي تحقق مليار جنيه مش من الكورة إلا طبعا لو كنت محمد صلاح. أهلا بيكم في كايرو بيزنس جورنال. في الفيديو ده هنعرف إزاي قادر اللاعب المشهور محمد صلاح يجمع ثروته لتخطط $1,000,000. محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، واحد من أبرز اللاعبين في العالم. قدر خلال مسيرته يحقق عدد كبير من الإنجازات والجوائز، أبرزها جائزة أفضل لاعب في إنجلترا في سنة 2018، وجائزة أفضل هدف في الدوري في 2017 و2018، وحصل على جائزة أفضل لاعب أفريقي في 2018، بالإضافة لحصوله على جائزة الحذاء الذهبي. وقدر يكون هداف الدوري الإنجليزي في 2018 و2019 و2022. ومجلة تايم الأمريكية اختارته من ضمن أكتر 100 شخصية تأثيراً في العالم في عام 2019. محمد صلاح حامد محروس غالي اتولد سنة 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية. والده كان تاجر ووالدته كانت ربة منزل، وكان عنده أخ وأخت. وبسبب حياة أسرته المادية صعبة ما قدرش صلاح يلتحق بالجامعة، والتحق بمعهد اللاسلكي. بدأ صلاح مسيرته الكروية في نادي اتحاد بسيون، وفي 2006 انضم لناشئين نادي المقاولين العرب، واللي يعتبر كان أول خطوة ليه في تحقيق حلمه في إنه يكون لاعب كرة قدم. وفي مايو 2010 كانت أولى مباريات صلاح مع المقاولون، وكان عنده 18 سنة في الوقت ده. ورغم إنه كان لاعب احتياطي وبينزل في آخر الماتشات، إلا إنه قدم أداء مبهر ومميز. وفي ديسمبر 2010 شارك صلاح مع المقاولون كلاعب أساسي في ماتش مهم جدا في تاريخه قدام النادي الأهلي، وقدر يسجل هدف في الماتش، وخلص اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين. مهارة صلاح وسرعته خلته محل اهتمام لوسائل الإعلام، وبدأ في الظهور كنجم صاعد في عالم كرة القدم. من هنا قرر صلاح إنه يلعب في نادي الزمالك، ولكن ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك وقتها ما وافقش على انضمام صلاح لنادي الزمالك. قال إنه لسه صغير وخبرته ومهارته أقل من إنه يلعب في نادي كبير زي الزمالك. فرجع صلاح يلعب مع المقاولون تاني. وبعد أحداث كارثة استاد بورسعيد، رتب فريق بازل السويسري مباراة ودية بينه وبين منتخب مصر تحت سن 23، والمباراة كانت في استاد رانكوف في بازل. وعلى الرغم من أن صلاح شارك في الشوط الثاني بس، إلا أنه تألق بشكل كبير وقدر يحرز هدفين. وبعد اللقاء ما خلص قدم فريق بازل عرض لصلاح عشان ينضم للفريق، ودي كانت فرصة كبيرة لصلاح إنه يلعب برا مصر. وفي 10 إبريل 2010 وقع صلاح عقد لمدة 4 سنين مع فريق بازل السويسري مقابل 2 مليون يورو. ورغم مهارة صلاح العالية، إلا أنه ما كانش بيلعب أساسي مع فريق بازل، وكان بيشارك دايما كلاعب احتياطي. ولكن صلاح كان بيحاول يثبت نفسه في الدقايق الأخيرة اللي بيشارك فيها، لحد ما قدر إنه يسجل هدفين في الأسبوع الثاني من الدوري عشان يفوز فريقه على نادي لوزان بنتيجة 2-0. واستمر صلاح بالتألق والتهديف، وزادت عليه العروض من أندية أوروبية كتير، كان من أهمهم نادي تشيلسي. وفعلا في 26 يناير عام 2014 أعلن فريق تشيلسي عن إتمام عقد محمد صلاح بانضمامه للنادي، والصفقة كانت مجهولة السعر. لكن بعض المصادر الصحفية قالت إن الصفقة كانت ب 11 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 13 مليون يورو وقتها. وبدأ صلاح يتألق مع فريق تشيلسي، لكن واجهته مشكلة مع بداية الموسم، وهو إنه كان مطلوب للتجنيد في مصر، وده لأن ما كانش في معهد في مصر عايز يقبله بسبب درجاته الضعيفة. بس المشكلة اتحلت بعد اجتماع مدرب المنتخب المصري شوقي غريب مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب، وقدر صلاح يحل مشكلة التجنيد اللي كانت ممكن تنهي مسيرته الكروية. مع بداية موسم 2016 انضم صلاح كإعارة لنادي روما الإيطالي لمدة سنة، وبعد تألق صلاح مع الفريق قرر النادي يشتريه من تشيلسي في صفقة وصلت ل 15 مليون يورو، وكان أول موسم ليه مع فريق روما من أفضل مواسمه. قدر صلاح يسجل 19 هدف، منهم 15 في الدوري الإيطالي، وهدفين في كأس إيطاليا، وهدفين في الدوري الأوروبي، وبقى تاني هداف في الفريق. وهنا زادت الأنظار على الفرعون المصري اللي تحول من نجم صاعد إلى لاعب محترف. وده دفع نادي ليفربول إنه يتعاقد مع صلاح بصفقة تاريخية 42 مليون يورو عشان يكون صلاح الصفقة الأغلى في تاريخ نادي ليفربول. تألق صلاح بشكل كبير في ليفربول، وحقق بطولات كتيرة مع الفريق. في موسم 2017 و2018 سجل 32 هدف في الدوري الإنجليزي، وأصبح هداف للدوري، وساهم في وصول ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا في نفس الموسم. ومع مرور الوقت أصبح صلاح واحد من أفضل اللاعبين في العالم، ومع الشهرة الكبيرة بتيجي الثروة الأكبر. يا ترى ثروة محمد صلاح قد إيه؟ وده السؤال اللي جمهور محمد صلاح بيسأله. على حسب المصادر،
ثروة صلاح بتقدر ب 66 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 90 مليون دولار، وقدر يجمع الثروة دي من خلال عدة مصادر، منها طبعاً الراتب الضخم اللي بياخده من الفريق. صلاح بياخد 200 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، بالإضافة طبعاً للمكافآت والجوائز اللي بيحصل عليها من الفريق. صلاح حقق حوالي 25 مليون دولار من الجوائز والمكافآت خلال فترة عقده الأخير مع ليفربول، ده غير طبعاً شركات الرعاية الكبرى زي فودافون وبيبسي وأوبر وأوبو. كل ده قدر صلاح يجمع ثروته من خلاله. ومن أهم مميزات محمد صلاح هي أعماله الخيرية. دايماً صلاح بيتبرع للمؤسسات الخيرية، بالإضافة طبعاً لتحسين قريته ومساعدة أهلها. قصة حياة محمد صلاح بتتميز بالإصرار والعزيمة، واجه تحديات وصعوبات كتير في مسيرته، ولكن في النهاية قدر يحقق حلمه ويحقق نجاح كبير كلاعب كرة قدم. وحالياً بيعتبر صلاح فخر للمصريين والعرب حول العالم.